هنلعب مع بعض لعبة مفيدة جدا. ركز معايا دلوقتي. في 4 شخصيات. في نوع اسمه درايفر، ده اللي هو الشخصيه القياديه. في نوع اسمه ايميبل، ده الشخصيه اللي هي الودوده. في نوع اسمه اناليتيكال، ودي الشخصيه اللي هي التحليليه. وفي نوع اسمه اكسبريسيف، اللي هي الشخصيه المعبره. حلو كده، يبقى عندنا 4 شخصيات. ايه المطلوب في اللعبه؟ المطلوب ان انا هكلمك عن كل ستايل فيهم، اهم ميزه فيه واهم عيب فيه واهم حاجه في لغه الجسد بتاعته. والمطلوب منك ترتب لي في الكومنت بتاعك انت حسب طريقه شرحي. اذكر لي ال4 كده بالترتيب. اول نوع احب اكلمك عنه نوع بسيط سهل، يحب الناس، يحب يتعامل معاهم. دي مزاياه. عاطفي بدرجه كبيره جدا، ودود حتى في سلامه على الناس، يضحك وينبسط ويتفاعل مع الناس بشكل كويس جدا. من اشهر عيوبه ان هو ما بيكونش قرار بسهوله، يعني دايما هتلاقيه فولور للمجموعه، مش هتلاقيه صاحب قرار قوي، مش حد قوي ومش حاسم في كلامه. هتلاقي كلامه شويه عايم، ما بيديك اراء متوسطه دايما، كده تمشي وكده تمشي والله المستعان وربنا يصلح الاحوال. ما بيحبش يديك قرار كده واضح في الحاجه اللي هو عايزها. لغه الجسد بتاعته بسيطه وهاديه وعشوائيه وسلسه كده، ترتاح لما تقابله او تتعامل. شوف انت بقى مين في الانواع واكتبوا لي تحت. النوع الثاني شخصيه سيستماتيك جدا، دقيق في كل تصرفاته، نظامي، يحب النظام، يحب كل حاجه في مكانها، كل حاجه مترتبه، يركز قوي على الحاجه حصلت ازاي، يعني يحب التفاصيل، ما يحبش الخلاصه وخلاص، لا يقول لك احكي لي بالتفصيل، قول لي ايه اللي حصل بالظبط. فهو يحب يسمع كل حاجه بالتفصيل. من عيوبه ان هو شكاك، يحب دايما يجيب الحاجه من مصدرها بنفسه عشان يتاكد. وكمان من عيوبه ان هو مش ودود قوي مع الناس، يحب العزله وبيفكر جوه نفسه شويه وما يحبش يتفاعل مع الناس ومش بتاع مثلا نكت وهزار وضحك، لا شخصيه جاده شويتين. اشهر حاجه في لغه الجسد بتاعته ان هي مطفيه، مش من النوع اللي تلاقيه بيستخدم ايده، مش بتلاقيه اللي بيستخدم وشه وتفاعلات وشه مع الناس. هتلاقي لغه الجسد عنده مطفيه، حتى صوته تلاقيه واطي. ده النوع الثاني. تعال على النوع الثالث. مطرقع، مهايبر، تحس ان هو كتله وشعله من الحماس ماشيه على الارض. طموح، ذكي، بيحلم ويبص لقدام بشكل كبير، دايما بيبص على المستقبل، يحب يحقق اهدافه ويحقق طموحاته، وفي نفس الوقت بيحب الناس، بيحب يتفاعل معاهم. واشطر واذكى واحد في انه يستغل مشاعر الناس في الوصول لاهدافه. خلي بالك من النقطه دي، يعني هو مش بيبادل مشاعر الناس كده وخلاص، لا ده بيتبادل مشاعره مع الناس علشان يحقق هدف معين. النوع ده من اكتر عيوبه العشوائيه، ما عندوش سيستم، بيكره النظام وبيكره الروتين جدا. لغه الجسد عنده مهيبره فظيعه، احسن واحد يحكي نكت، احسن واحد يحكي ستوريز عن نفسه، توكاتيف، ويحب الكلام الكتير قوي، انت تحب قعدته وتحب تتكلم معاه. النوع الرابع حازم جدا وحاسم جدا واراءه سيف، ما يحبش التفاصيل ويكرهها، ما يحبش حد يحكي معاه في قصص كتيره، يحب الخلاصات. ناجح جدا، يمسك اي بروجكت يعرف ينجحه. من اشهر عيوبه ان هو مش متفاعل مع الناس ويحب بينه وبينهم حواجز كبيره، دايما عامل حوالين نفسه كده حاجه اسمها هالو افكت او هاله كده حواليه علشان الناس ما تقدرش انها تخترق. اشهر حاجه في لغه الجسد بتاعته ان هو ماسكت فيس، مش هتلاقي وشه في انيميشن، ما تعرفش هو فرحان ولا زعلان ولا دنيته ايه بالظبط. وتلاقيه بيستخدم لغه الجسد بشكل نظامي، مش بشكل عشوائي يستخدم ايده ووشه وتفاعلات، لا لا لا، تلاقيه بشكل منظم كده يعني. ده النوع الرابع. كل المطلوب منك بناء على طريقه شرحي ليهم انك هتكتب في الكومنت الترتيب اللي انا شرحته بيه، مين رقم 1 2 3 4. ولو عندك اي صاحب عايز تقول له ان هو السوشيال ستايل بتاعه حاجه من دول، يا ريت تمنشنه لنا تحت. واشوفكم دايما على